لو عندك دور برد اوعى تاخد اي مضاد حيوي خالص. في البدايه عايزك تعرف معلومتين مهمين جدا. اول حاجه في معظم الاوقات يعني وده المنتشر جدا ان دور البرد بيكون عدوى فيروسيه، يعني مش مصاب باي بكتيريا، مش معاه اي بكتيريا. يعني اي حاجه ودي خاصه بالمضاد الحيوي ان هو بيعالج العدوى البكتيريه، يعني اعتقد كده السبب واضح، عدوى بكتيريه تبع المضاد الحيوي، والبرد عدوى فيروسيه، فما فيش اي علاقه خالص. لكن خليني اقول لك ان انت لو اخدت مضاد حيوي وانت عندك دور برد عدوى فيروسيه ما فيش اي بكتيريا خالص، فده هيسبب لك مشاكل في الجهاز الهضمي واسهال بقى ومواضيع تانية. فخلي بالك يعني مش كل ما تحس بصداع مضاد حيوي، لا، في دكتور تكلمه هو اللي يوصف لك العلاج. وهنا في معلومه مهمه جدا، لو العدوى الفيروسيه دي معاها بكتيريا او انت مصاب بعدوى بكتيريه مع دور البرد ده، فالدكتور هيكتب لك مضاد حيوي. طيب ايه المهم في كده؟ ان انت لازم تكمل الجرعه اللي الدكتور هيقول لك عليها. يعني الدكتور قال لك المضاد الحيوي ده تاخده 3 ايام، لازم 3 ايام. لان ببساطه انت اول يوم بتحس ان انت بدات تتحسن والدنيا بتكون كويسه، بتيجي رامي الشريط عليك في دراعك وما بتكملش الجرعه. وعايز اقول لك البكتيريا بقى ايه بتدلع، انت كده بتدلع البكتيريا فعليا. البكتيريا بتاخد مناعه من نوع المضاد الحيوي اللي انت لسه بتاخد منه او اللي انت بطلته، وهنا تبقى عملت زي ما بيقولوا زاد الطين بله وزاد البله طين. هو كان ايه المثل ده؟ فنصيحه قبل ما تاخد اي ادويه كلم دكتور هو اللي يوصف لك الدواء ويمشي على الجرعه اللي هو قال لك عليها وبس. ولكن اوعى تنسى انا اسنانجي في 5 طب واتمنى لك حياه صحيه.